آية في كتاب الله يفهمها كثير من الناس فهما خاطئا. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب، فيديو جديد. الآية هي وإذا النفوس زوجت. بداية الآيات إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، ده يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت، فالواحد ممكن يقرأ كده يستغرب يقول لك يعني النفوس هتتجوز يوم القيامة؟ يعني إذا النفوس زوجت يعني إيه؟ لا يا إخوانا، زوجت هنا بمعنى صنفت. يعني وإذا النفوس زوجت يعني وإذا النفوس صنفت. برضو يعني يصنف، بيجمع الصالح مع الصالح والفاسد مع الفاسد والمؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر. يوم القيامة بيحصل تصنيف للناس، مش كلهم مع بعض. ده معنى وإذا النفوس زوجت. برضو وكنتم أزواجا ثلاثة. يعني إيه أزواجا ثلاثة؟ يعني أصنافا ثلاثة. عندنا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. كده نفهم بقى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. طب احشروا الذين ظلموا ماشي، طب ومال أزواجهم؟ أزواجهم افرض كانوا مؤمنين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، لا، ما أزواجهم زي ما اتفقنا، وأصنافهم يعني اللي على شاكلتهم. يعني أهل الزنا مع أهل الزنا وأهل الربا مع أهل الربا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يبقى ده تصنيف وليس معنى الزوج وزوجته، لأن ممكن الزوج يبقى صالح والزوجة غير صالحة أو العكس. فده يعني معنى نحاول نفهمه وإحنا بنقرأ هذه الآيات عشان نفهمه بفهما صحيحا. دعموا الفيديو بشير ولايك ومن اشتراك في القناة. أشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم.